الحكومه فضحات شكون سبب ايمان، وعندها الدليل والبرهان، لانها حتى هي عيشوها نفس المحن. اخواني اخواتي، نتمنى ان تعطونا الراي ديالكم في هذا الشيء اللي قالت الحكومه واللي كنهضروا عليه دائما. اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم، حنا ما كنتشفوش، حنا كنناقشوا الملف وكنبغيكم تاخذوا الحيطه والحذر والعبره. ماروكينو والزوجه ديالو يسرا هما السبب الحقيقي ديال هاد المحنه اللي كتعيش ايمان، واللي كتعيش مع حتى اختها والعائله والمحبين ديالها. كتعيشهم كاملين هاد المحنه. هاد ماروكينو والزوجه ديالو يسرا، اللي كان اي واحد كان كيمشي عند يسرا وكيقول لها تهلاي في راسك، ديري تكميم المعده كيف ما قالت الحكومه، لانها كانت داوجت التجربه وقالت ان كنت كنقول لها تهلاي في راسك وديري تكميم المعده ودي بين الرشاقه ديالك باش تبقاي تباني زوينه. راه ماروكينو ما غيعقلش عليك، راه ماروكينو. ملي ماروكينو ساق الخبر لهذا الشيء، لان يسرا كتعاودي المزيوده كتقول لي صحاباتي كيقولوا لي عليك كيقولوا لي باش هاد المره ما تبقاش تنصف شي حد. ف ماروكينو تواصل مع الحكومه وقال لها بعدي منا، وفي الاخير كثر قوه صداع. الحكومه كانت ذكيه وبلوكات الزمر كامل على حسب الاقوال ديالها، ولكن ايمان نبهات الحكومه وقالت لها ردي بالك وبعدي من ماروكينو ومراته، راه غيجبدوا لك المشاكل. ايمان النهار الاول قالت اليسرى راكي مدلوله وتيخانشه دقيق، يعني عيرت بها، لان ماروكينو عير ايمان يسرى الزوجه ديالو بخانشه دقيق وبي ما عرفنا واش من اجل البوز ولا من اجل اشنو كي، ولكن ايمان قالت لي انت مدلوله وصابره على الدل تاع ماروكينو، حنا كنصحوك وحنا كنبوك وانت ما مسوقاش لينا. هنا مشات عاوتاني يسرى وصلات الخبز الفران حمام مزيان ديال ماروكينو، وعيط للزوج ديال ايمان وتشكى عليه وقال لي رد بالك، وهاد المراه عندك راه خطيره على العيالات كاملين، ماشي غير جزء من الرجال اللي كيتشكاو، راه حتى المؤثرين وصحاباتهم وصحابهم كيتشكاو من المعلومات السيئه والنصائح اللي يعني اللي كتاثر على العلاقات الزوجيه والحياه اليوميه ديال الناس. يعني كلامي كان صحيح ملي كنقولوا الايمان. علاش كتنصحي الناس هذوك النصائح انهم يضربوا في عدوزاتهم، يضربوا في لويساتهم، يضربوا في عائلاتهم، يضربوا. هنا النتيجه وضحات والكل كيتكلم، حتى الحكومه قالت ان حنا غير طالقين داك الهيت، غير طالقين هاد السلاح. واش طالقين هاد السلاح كيف ما قلتي الاخت الحكومه ان ايمان راه طلقات سلاح، انت طلقه كتضحكي وكتفوجي مع راساتك، ولكن ايمان راه كتقول للناس ديروا لعدوزكم، جروا عليهم، ما خدامه عندهم، الراجل ديري ليه فعلي ليه، وهي في الوقت اللي كتقول وكتنظر على الناس كتاكل العصا. عرفوا منين تاخذوا الموعظه، وعرفوا منين تاخذوا الحكمه، وعرفوا منين تاخذوا النصائح. اللي كيحرجكم على شي حد ردوا بالك، كونوا اذكياء. راه كاين النساء اللي اذكياء، كاين العيالات بزاف كتولي الطعالق اننا حنا راه كنعرفوا اش كنديروا وكنعرفوا نميزوا ما بين الخبيث وما بين الطيب، ولكن راه كاين اللي خبز الله في طبقه، كلشي كياكل العصا. السلام عليكم.